السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات اسماء. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلوه اللي كتجي هشيشه بزاف وزوينه في المنظر. هاد الحلوه ديال الطحانه ديال الطماطم او الماكينه ديال المطيشه سبق لي حضرتها معكم في فيديو سابق. ولكن اليوم غادي نقدموها بشكل مختلف. نتمنى ان هاد الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وفرجه ممتعه. إذا على بركة الله نبداو دائما بالمقادير والطريقة في نفس الوقت. عندي 200 غرام من الزبدة ديال المارغرين، تكون رطبة في حرارة المطبخ. يمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال الزبدة بغيتو. كنزيدو كاس ديال السكر الخشن او سكر سنيده، وكنزيد معلقه صغيره ديال الفانيلا البودره ولا واحد ساشي ديال سكر منسم بالفانيلا. وكنبداو نخدموا هاد المكونات حتى كيندمجوا لي وكيدخل لي السكر مع الزبده. من بعد غادي نزيد كاس واحد ديال الزيت النباتيه. دائما الكاس المستعمل هو كاس ديال العنبه والكاس ديال الشاي. ومن بعد ما كندخلو الزيت مع باقي المكونات كنزيدو 2 حبات ديال البيض وكنستمروا في الخلط. كنبدا نزيد هنايا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات او البيكين باودر، وكنزيد 3 ديال المعالق كبار ديال جوز الهند او الكوك، او جوز الهند المبشور او الكوك. يمكن لكم تستغناو عليه اذا ما كيعجبكمش، ولكن كيجي زوين. هنا زدت واحد الرشه ديال الملح، نسيت نزيدها من قبل. وكنبدا نزيد في الدقيق حسب الخليط. بالنسبه ليا انا العجينه ديالي احتاجيت لها 700 غرام ديال الدقيق. يمكن لكم يمكن تحتاج لكم العجينه اكثر او اقل على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم. المهم هاد العجينه ديال هاد الحلوه خاصها تكون شويه قاصحه. كيف ما كتشاهدوا هنا من بعد ما جمعت العجينه ديالتي خاصها تكون بحال هكا، خاصها تكون متماسكه وقاصحه شويه، ولكن ماشي قاصحه لدرجه انها كتفرتت. المهم خاصها تكون متماسكه جيدا باش ملي ندوزوها في الطحانه تبقى محافظه على الشكل ديالها وما تجلناش. كناخذوا الطحانه ديال المطيشه او الماكينه ديال الطماطم. هذه معروفه، يعني الماكينه اليدويه. يمكن لكم اذا ما توفرتش عندكم استعملوا الحكاكه ديال الخضر. فكنوضعوا شي اناء تحت من الطحانه ديالنا او الماكينه ديالنا، وكنبداو نوضعوا فيها القليل من العجين وكندوروها بهذه الطريقه حتى كتخرج لنا العجينه ديالنا على الشكل ديال سباغيتي من التحت. كناخد كميه من داك العجين اللي غادي تكفيني لحبه وحده، وكنشكل منها بحال الشكل ديال العوش اللي يكون صغيور بحال هكا. وكنبقاو بحال هكا كنشكلوا على حسب الحجم ديال الحلوه اللي بغيتو نتوما. غادي نديرها يعني هكا شويه الحجم ديالها كبير. كناخد من بعد شي حاجه اللي غادي نضغط فيها في الوسط ديال كل حبه بهذه الطريقه. دائما نغطسو في الدقيق الاول ونضغطو في وسط من حبه ديال العجين. غادي نبقى دائما مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل ونعمر اللاطه ديالي. غادي ندخلها الفران يكون مسخن من قبل، النار تكون متوسطه. كنشعلو غير لتحت حتى كتحمر لنا من التحت، ومن بعد كنهبطوا الحلوه ديالنا وكنشعلو لها من الفوق نار على نار هادئه حتى كتحمر وتاخذ لنا لون ذهبي بهذا الشكل. كيكون الشكل ديالها بحال هكا، كتجيو هكا بحال الشكل ديال عشيشات صغيورين. من بعد غادي ناخذ هنايا شويه ديال الشكلاط اللي كندوبوه مع شويه ديال الزيت وكنديروه في بلاستيك غذائي وكنشكل هكا خطوط باش نزين بهم الحلوه. بالنسبه للخليط اللي غادي نوضعوه في الوسط ديال الحلوه او غادي نزينو به في الوسط ديال الحلوه، غادي نوضع هنايا في كاسرونه 4 ديال المعالق ديال الناباج. غادي ندير 2 معالق كذلك ديال الجلوكوز والقليل من الملون الاحمر. يمكن لكم تعمروها غير بالكونفيتور ولا بالشوكولات. هذا هو الناباج الاخوات اللي كيسولوني عليه دائما، الناباج اللي كنستعملو اللي كنفضل، وكذلك الجلوكوز.
فغادي ناخد هاد الخليط او هاد الكسرونه فوق من النار، وغادي نحرك جيدا حتى كيذوبوا لي ويندمجوا لي المكونات جيدا، ونطفي النار. من بعد ما كيندمجوا كنحصل على واحد الخليط بحال هكا وهو باقي سخون، كنبدا نعمر به دوك الحفار اللي في الحلوه ديالي بحال هكا باش يجمد لي او يبرد لي مع الحلوه. غادي نبقى متابعه بحال هكا حتى نكمل ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه كيفاش كيجي. إذا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا، كيجي المنظر ديالها غزال غزال بزاف، وكذلك المذاق هائل وكتجي هشيشة ومرملة. ان شاء الله اذا جربتوها غادي تعجبكم بزاف وعلى ضمانتي. نتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساش كيف ما العاده ديروا جيم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تنساش كذلك تعليقكم الرائع اللي دائما كتشجعني نعطي المزيد والمزيد. شكرا بزاف للمتابعه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.